السلام عليكم. النهاردة هنعمل شنطة في منتهى الجمال، من أحلى وأسهل الشنط اللي ممكن تعملوها. هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة، وإن شاء الله لما تنفذيها معايا هتطلع زي ما انتي شايفاها كده بالظبط. إذا أول مرة تشوفيني، أنا اسمي منى. ما تنسيش تشتركي في القناة، ويلا بينا على طول نبتدي. استخدمت 550 جرام من خيط السلسلة، سمك الخيط 3 ملي. استخدمت معاه إبرة رقم 4.5 ملي. أول حاجة بدأت وعملت عقدة بداية واشتغلت 71 سلسلة. بعد ما اشتغلنا 71 سلسلة، ده وش السلاسل. انا مش بشتغل فيه، انا بقلب السلاسل كده على الظهر بتاعها وبشتغل في الحلقات اللي ورا دي. اول سلسلة طبعا مش بشتغل فيها، بدخل في اللي بعدها على طول، بلف الخيط على الابرة وبعدين بدخل جوه الحلقة، اسحب خيط، والخيط اللي انا سحبته ده بسحبه من الحلقتين اللي على الابرة. تاني بلف الخيط على الابرة، ادخل جوه الحلقة، اسحب خيط، والخيط اللي انا سحبته ده الحلقة التالتة دي بطلعها من الحلقتين اللي على الابرة. شبه غرزة نص عمود، بس بدل ما بقفلها بالطريقة التقليدية بتاعتها بقفلها بمنزلقة. هفضل شغالة في الغرز لحد ما اكملهم 7. والغرزة رقم 7 دي هعلمها. بعد كده هشتغل غرز حشو. اول غرزة هشتغل غرزة حشو عادية، هدخل في الحلقة اسحب خيط وبعدين اسحب خيط من اللفتين اللي على الابرة، وبعد كده هشتغل غرزة حشو بس مائلة. هدخل كده في الحلقة الاخيرة دي، وبعدين في الحلقة اللي عليها الدور اسحب خيط. بيبقى عندي 3 لفات على الابرة، بسحب خيط من ال3 لفات، ادخل بالابرة تحت الضلع الاخير ده، وبعدين ادخل في الحلقة اللي عليها الدور اسحب خيط. بيكون عندي 3 لفات، بسحب الخيط من ال3 لفات، وهكذا اكمل. هفضل شغالة غرز حشو لحد ما اكملهم 66 غرزة. هلاقي نفسي وقفت عند 7 سلاسل. انا علمت كده السلسلة رقم 7، هشتغل لحد ما اوصل للعلامة. خلصنا خلاص 66 غرزة حشو، ووصلنا لاخر 7 سلسلة في الصف، وهكرر فيهم نفس اللي انا عملته في اول 7 سلاسل في الصف. هلف الخيط على الابرة وادخل جوه الحلقة، اسحب خيط، والخيط اللي سحبته ده بسحبه من اللفتين اللي على الابرة. واول غرزة دي انا بعلمها، هكملهم بقى 7 غرز. غرز الشنطة عندي تكرار سطرين، وكده يبقى احنا خلصنا السطر الاول. هرتفع سلسلة وهروح للسطر التاني. اول 7 غرز واخر 7 غرز على طول ثابتين معايا غرزة نص عمود مقفولة بمنزلقة، وهنشتغلها في الحلقات الخلفية على طول جسم الشنطة. يبقى اول حاجة 7 غرزة نص عمود بس مقفولة بمنزلقة في الحلقات الخلفية. وصلنا للغرزة رقم 7، بفك العلامة وبعمل الغرزة بتاعتي عادي، وبعد ما بخلص الغرزة بتاعتي برجع احط العلامة فيها تاني. هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة وهدخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية، وهعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي انا سبتها، وهدخل برضو في الحلقة الخلفية وهعمل غرزة عمود بلفة. بعمل ايه؟ بسيب غرزة، هي دي الغرزة اللي انا بسيبها، بدخل في اللي بعدها وبعمل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي انا سبتها دي وادخل في الحلقة الخلفية بتاعتها واعمل غرزة عمود بلفة.
شكلها بيبقى زي كروس كده. واقرر بقى اسيب غرزة، ادخل في اللي بعدها في الحلقة الخلفية، اعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي انا سبتها في الحلقة الخلفية واعمل غرزة عمود بلفة، هتديني شكل كروس. هفضل شغالة بالطريقة دي لحد ما اوصل للعلامة. وصلنا للعلامة وهشتغل فيها 7 غرزة نص عمود مقفولة منزلقة في الحلقات الخلفية، ومنسيش اول غرزة دي اعلمها. اخر غرزة دي بس اللي بعملها تحت الحلقتين، بلف الخيط على الابرة، بدخل تحت الحلقتين اسحب خيط، والخيط اللي سحبته ده بسحبه من اللفتين اللي على الابرة، وانا كده خلاص خلصت السطر التاني. طيب اذا عايزة تكبري الطول بتاع الشنطة، الغرز اللي في النص دي تكون زوجية، والغرز اللي في الاول وفي الاخر ممكن يكونوا اي عدد زي ما انتي تحبي عادي، بس هي الفكرة يكونوا قد بعض، والغرز اللي في النص تكون زوجية. هرتفع بقى سلسلة وهلف الشغل، وهرجع اكرر تاني السطر الاول بتاعي، طبعا اول 7 غرز عندي واخر 7 غرز لحد ما اخلص الجسم بتاع الشنطة كله، بيكون غرز نص عمود في الحلقات الخلفية مقفولين بمنزلقة. وصلنا للغرزة رقم 7، بفك العلامة، اعمل الغرزة بتاعتي عادي، وبعدين برجع احط العلامة. انا قلتلكوا الغرزة بتاعتي تكرار سطرين، هرجع بقى اكرر السطر الاول تاني، هشتغل غرز حشو في الحلقات الامامية، هشتغلها هنا كده بالظبط. انا عندي الغرزة بتاعتي حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية، انا هشتغلها في الحلقة الامامية، هعمل غرزة حشو، وبعدين ارجع بقى اكرر زي ما عملت في السطر الاول، باخد الضلع الاخير وادخل في الحلقة الامامية في الغرزة اللي بعدها، اسحب خيط، وبعدين اسحب خيط من اللفات اللي على الابرة، وهفضل بقى اكرر الطريقة دي غرز حشو في الحلقات الامامية لحد ما اوصل لاخر 7 غرز في الصف. بس وهي دي الغرزة بتاعتي. هفضل بقى مكملة السطر ده غرز حشو لحد ما اوصل للعلامة، وبعدين بعد ما اوصل للعلامة هعمل 7 غرزة نص عمود في الحلقات الخلفية مقفولة منزلقة، واكرر اعمل سطر كروس في الحلقات الخلفية، السطر اللي بعده حشو في الحلقات الامامية لحد ما اوصل للعرض اللي انا عايزاه. الطول 41 سنتي، وفضلت شغالة الغرزة بتاعتي لحد ما وصلت ل30 سنتي العرض. إذا عايزة تزودي العرض بتزودي السطور، إذا عايزة تقللي العرض عن 30 سنتي بتقللي عدد السطور لحد ما توصلي للعرض اللي انت عايزاه. هفصل الخيط واطلعه من الغرزة، وهنبتدي نشتغل الجنب. معايا علامة، هعد 30 غرزة، والغرزة رقم 30 بالظبط هعلمها. معايا علامة كمان، هعد 10 غرز من بعد الغرزة اللي انا علمتها دي، والغرزة رقم 11 هعلمها. لو جيت عديت الغرز اللي باقية في الجنب هلاقيهم من العلامة 30 غرزة. وبنفس الطريقة بتاعة التقسيم دي هعلم الجنب التاني. هاجي كده عند الجنب في الحلقة الخلفية في اول غرزة عندي، وهسحب الخيط وهعمل سلسلة، وهرجع بقى اشتغل الغرزة بتاعتي عادي زي ما اتفقنا. اول 7 غرز واخر 7 غرز دايما نص عمود مقفول بمنزلقة في الحلقات الخلفية، هنكملهم 7 غرز. واول غرزة عندي عملتها هحط فيها علامة عشان مش بتبقى باينة قوي، اخد بالي منها السطر الجاي.
كده خلاص كملناهم 7. هنبتدي بقى نشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية. هفضل شغالة غرز حشو في الحلقات الخلفية، بس هاجي للغرزة اللي قبل العلامة ومش هشتغل فيها. خلصنا غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما وصلنا للغرزة اللي قبل العلامة اهي ما اشتغلتش فيها. هفك بقى العلامة وهشتغل تناقص. هعمل ايه؟ هدخل في الحلقة الخلفية اسحب خيط، وبعدين ادخل في الحلقة الخلفية في الغرزة اللي انا كنت معلماها دي واسحب خيط، وادخل في الحلقة الخلفية في الغرزة اللي بعدها واسحب خيط، وبعدين اسحب خيط من كل اللفات اللي على الابرة، والغرزة دي هعلمها. بعد كده هشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية برضو لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل العلامة مش بشتغل فيها. اشتغلت غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد الغرزة اللي قبل العلامة دي ما اشتغلتش فيها، وهشتغل تناقص مرة كمان. هدخل في الحلقة الخلفية اسحب خيط، وبعدين ادخل في الحلقة الخلفية في الغرزة اللي معلمينها دي اسحب خيط، واللي بعدها كمان اسحب خيط، وبعدين اسحب خيط من كل اللفات اللي على الابرة والغرزة دي بعلمها، وهرجع اشتغل على الجنب غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل لاخر 7 غرز. وصلنا لاخر 7 غرز، وكالعادة بشتغل فيهم غرزة نص عمود مقفولين بمنزلقة في الحلقات الخلفية، واخر غرزة دايما اخر كل سطر بشتغلها تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة والف الشغل، وكالعادة اول 7 غرز بشتغلهم نص عمود مقفولين بمنزلقة، وبعدين هشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل العلامة مش بشتغل فيها. وصلنا خلاص للغرزة اللي قبل العلامة اهو ما اشتغلتش فيها. بفك بقى العلامة بتاعتي، وبعدين هشتغل تناقص. بدخل في الحلقة الخلفية اسحب خيط، واللي بعدها اسحب خيط، واللي بعدها اسحب خيط، وبعدين اسحب خيط من كل اللفات اللي على الابرة، والغرزة دي بعلمها، وبعدين هشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل لقبل العلامة مش بشتغل فيها. هكرر اعمل تناقص مرة كمان. هدخل في الحلقة الخلفية اسحب خيط، والحلقة الخلفية اسحب خيط، والحلقة الخلفية للغرزة اللي بعدها اسحب خيط، وبعدين اسحب خيط من كل اللفات اللي على الابرة واعلم الغرزة دي، وبعدين هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لاخر 7 غرز في الصف. هفضل شغالة غرز حشو في الحلقات الخلفية واخر 7 غرز في الصف بعملهم نص عمود مقفول بمنزلقة في الحلقات الخلفية. كده انا خلصت السطر بتاعي. هرتفع سلسلة والف الشغل، واول 7 غرز كالعادة نص عمود مقفول بمنزلقة في الحلقات الخلفية، وبعدين اكرر اشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد الغرزة اللي قبل العلامة مش بشتغل فيها. وصلنا للغرزة اللي قبل العلامة. هشتغل تناقص في 3 غرز، هخليهم غرزة واحدة وهعلمها. بعد كده هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لقبل العلامة بغرزة. وصلنا للغرزة اللي قبل العلامة برضو هتناقص في 3 غرز، هخليهم غرزة واحدة. بعد كده هشتغل حشو في الحلقات الخلفية لحد اخر 7 غرز في الصف بشتغلهم نص عمود مقفول بمنزلقة. خلصنا السطر. هرتفع سلسلة والف الشغل، اول 7 غرز كالعادة غرزة نص عمود مقفول بمنزلقة. بعد كده هشتغل غرزة حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل العلامة، وبعدين هشتغل تناقص. هتناقص في 3 غرز، هخليهم غرزة واحدة بس. هشتغل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل العلامة. وصلنا للغرزة اللي قبل العلامة. هتناقص في 3 غرز، هخليهم غرزة واحدة، والغرزة دي هعلمها،
وبعدين هكمل السطر بتاعي غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد اخر 7 غرز في الصف، واخر 7 غرز نص عمود مقفول بمنزلقة. خلصنا السطر نرتفع سلسلة ونروح للسطر الاخير في الجنب. اول 7 غرز طبعا نص عمود مقفول بمنزلقة في الحلقات الخلفية، وبعدين هشتغل حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لقبل العلامة بغرزة واحدة. وصلنا للغرزة اللي قبل العلامة، هفك العلامة وهشتغل تناقص. هتناقص في 3 غرز هخليهم غرزة واحدة. هلاحظ خلاص ان متبقاش غرز في النص عشان اعمل فيها غرز حشو. هتناقص في ال3 غرز اللي عليهم الدور، هخليهم غرزة واحدة. وبعدين هشتغل بقى في الجنب غرز حشو في الحلقات الخلفية، واخر 7 غرز بشتغلهم غرزة نص عمود مقفول بمنزلقة في الحلقات الخلفية، اخر غرزة بس اللي بعملها تحت الحلقتين. وكده خلاص انا خلصت الجنب بتاعي. هقفله بقى. هدخل في الحلقة الخلفية في اول غرزة في الجنب واسحب الخيط كده على جوه، وبعدين اعمل سلسلة. الخيط بتاعي بيكون جوه الشنطة، انا بسحب الخيط من جوه الشنطة. بدخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها، أسحب الخيط كده من تحت، وبعدين أسحب الخيط من الحلقات اللي على الإبرة. بدخل في الحلقة الخلفية الأول، بعد كده الحلقة الخلفية في الغرزة اللي قدامها. آخر حاجة بعملها بسحب الخيط من تحت، وبسحب الخيط من الحلقات اللي على الإبرة. بدخل في الحلقة الخلفية في الجنب الأول والحلقة الأمامية في الجنب التاني، وبعدين أسحب الخيط كده من تحت، وبعدين أسحبه من كل الحلقات اللي على الإبرة. وهفضل ماشية بطريقة التقفيل دي على طول الجنب. وصلنا خلاص لآخر غرزة في الجنب، وبعدين هفصل الخيط وهسحب كده الخيط من جوه الشنطة، وهبتدي أقفل الجنب من جوه الشنطة كويس، وأخفي الخيط الزيادة تحت الغرز. بنفس الطريقة وبنفس طريقة التقفيل اللي احنا عملنا بيها الجنب ده هنعمل الجنب التاني. كده بعد ما عملت الجنب التاني الشنطة حجمها حلو جدا من جوه. هركب بقى مغناطيس، وتقدري تركبي بقى اي لوجو او اكسسوار اللي تفضليه. ركبت حلقتين سهلة الفتح، تقدري بقى تركبي ايد سلسلة او تركبي ايد بالكروشيه زي ما انتي عايزة. المقاسات بتاعة الشنطة الطول كان 18 سنتي، والعرض 33 سنتي، والعمق بتاع الشنطة 9 سنتي. انا فضلت اركب لها ايد بالكروشيه، عملنا قبل كده الايد دي هنا في القناة، هسيبلكوا اللينك بتاع الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. اذا استفدتي من الفيديو لايك وشير، ما تنسيش تعملي اشتراك عشان في حاجات جامدة جاية. اي حاجة انا مقلتهاش في الفيديو هتلاقوها موجودة عندكم في صندوق الوصف. ما تنسيش تكتبي لي كومنت تعرفيني بتشوفيني من اي مكان وايه رايك في الشنطة، واستنوني في فيديو جديد.